طبعا اغلبنا بيتفرج على برنامج رامز ليفل الوحش وبنشوف اللي بيحصل فيه الموسم الجديد. طبعا احنا بقالنا 15 سنه او 20 سنه بنشوف رامز ما بيتغيرش، هو نفس الافيهات، نفس التريقه على الضيوف اللي بتيجي، المقالب اللي بتحصل مع تغيير المقالب، بس هو نفس البرنامج لحد الناس ما ملت وقالت تقول كفايه كده، واللي بيحصل ده مش طبيعي. وطبعا نداءات على المواقع ونداءات على مواقع التواصل الاجتماعي البرنامج ده لازم يتحظر. طبعا مجلس الاعلام والهيئه الاعلاميه قالت ما نقدرش لان دي قناه مش تبعنا، دي قناه خارجيه وقناه عربيه مش تبعنا، قناه اجنبيه، فاحنا ما نقدرش يعني على هذه القناه ان احنا نحط قيود او حظر عليها. طيب، انا موضوعي النهارده الفنانين اللي بيجوا مع الاستاذ رامز او الفنان الكبير رامز جلال. يعني انا مش عارف لحد دلوقتي، انا مش متابع، يعني انا بشوف بقى مين الضيف اللي بيجي. يعني 6 ايام هم من رمضان. ليه انت قاصد تهزق نفسك؟ ليه قاصد تنزل من نظر جمهورك؟ يعني النهارده الضيف اللي جه النهارده، انت عامل مسلسل في رمضان وبطل والناس بتحبك وكاريزما وبيديك كده هيبه وجسم. ليه النهارده تهزق؟ ليه النهارده تترش بالميه ويترش بالبيض ومش عارف يضربك بالطلقات و... وقبلها برضو كان في لعيب كوره، حابب مش مهم يعني، وقبلها ممثل برضو شاب، ما شاء الله الدنيا ماشيه معاك حلوه قوي، عامل مسلسل بطولتك السنه دي وبرضه نفس القصه، انت حضرتك يعني بتطلع في كل عمل. ما يعني انا خايف افتح حنفيه الميه الاقيك فيها، يعني ما مش هقول اسماء يعني. وقبلها الفنانه الكبيره برضه اللي بتقول لها تاريخ واسم، برضه جايه تهزئ نفسك، كل ده عشان خاطر الملايين، ال 3 مليون ولا 4 مليون ولا 5 مليون. وقبلهم اول حلقه الفنانه اللي جايه طبعا جايه تسب وتشتم وقله ادب واباحه ماسوره طالعه. انا اول يوم في رمضان لقيت بكابورت مفتوح، يعني بكابورت اتفتح علينا والله العظيم. طيب وتقول لك هتقضيه ايه؟ انت واخده حضرتك 3 مليون جنيه في الحلقه دي وقاعده في المونتاج وبيمضوا عقد وهم عارفين هيتعمل فيهم ايه. انا بقى موضوع النهارده أو كلام النهارده، يعني الفنانين ليه انتوا بتروحوا تهزقوا نفسكم؟ هتروحوا حلقه وهتعدي والناس هتنسى وخلاص الموضوع خلص. ما هو انت معلش، ما انت انا بتفرج عليك، لو اتفرجت عليك ببقى مشفق عليك ايها الصديق الفنان، والله مشفق عليك، بقول يعني ليه بتهزق نفسك؟ ليه؟ عشان الفلوس؟ مش ممكن يعني الفلوس تهزقك بالطريقه دي، تهينك بالطريقه دي. يعني طب انت ما خدتش من الفنانين العظماء زمان الرجاله؟ شوف الوقار بتوع زمان، يعني مع حفظ القاب كان الاستاذ مثلا فريد شوقي، الاستاذ شكري سرحان، الاستاذ سمير صبري، استاذ محمود عبد العزيز، استاذ نور الشريف، استاذ عمر الشريف، الاستاذ احمد رمزي. يعني اسماء كتيره كان تحس ان انت لما تقعد كده ويتكلم كاريزما، هيبه. الفنانين برضو العنصر النسائي، يعني عندك كانت مديحه كامل، مريم فخر الدين، فاتن حمامه، حفظ القاب. جيل كبير، جيل كبير بيحترم فنه. الزعيم عادل امام ربنا يطول في عمره، لما في مره في لقاء من اللقاءات قال لك انا اسمي، انا هيبتي الجمهور لازم تحترمني، انا دخلت كل بيت فلازم اعمل حاجه تليق بالجمهور، واعمل حاجه ان انا بعدها ما ينفعش ان انا كان ما كانش بيطلع في برامج وما كانش بيطلع في حديث وما كانش حاجات زي كده. في فنانين دلوقتي رافضين برضه فكره رامز، يعني يقول لك لا انا ما اطلعش، انا ما اهداش نفسي، انا الجمهور بيحترمني، الجمهور بيقدرني، الجمهور يعني مثلا مره فنان احمد حلمي بيقول له ما تطلعش مع رامز، قال لهم لا يمكن، لا يمكن. انا بقى في تليفوني ولما بيتصلوا بيا اقول لهم لا شكرا. الجيل العظماء استاذ محمد صبحي لما عرض قال لك انا اتحط لي، قال لك حط الرقم اللي انت عايزه، قلت له اطلع امسخر نفسي وهزق نفسي قدام الجمهور، اضحك الناس عليا عشان ايه؟ عشان مبلغ من مش عايز المبلغ ده، بس الناس عارفه قيمتي عامله ازاي، عارفه انا مين.
ليه انتوا عايزين تهزقوا نفسكم بالطريقه دي؟ ليه انتوا على فكره لو هقول لك احنا بنتفرج عليكم عادي ونضحك وخلاص ونقول. بس في الدول العربيه بيقول لك شوفوا، يعني اللي عاملين البرنامج ومن اهل بقى القناه دي يقول لك شوفوا اللي يقول فنان اراجوز المصري شوف احنا جبناه مسخرناه عشان ياخد المصاري الملايين وضحكنا عليه. طب ليه تضحك عليك مجموعه من الوطن العربي؟ خليك عندك هيبه، احترم نفسك. شوف الفنان نور الشريف كان عامل ازاي لما كان بيقعد اي لقاء، كنت تحس ان انت عاوز تسمع له. استاذ محمود ياسين تقعد عايز تسمع له، استاذ نور الشريف تقعد عايز تسمع له، استاذ عادل امام، استاذ فريد شوقي الله يرحمه. اسماء تحس تقعد كده، دول هيبه مليانين مركزهم. ليه بنهزق نفسنا عشان ملايين؟ اهو انت النهارده الفنان اللي جه سقط من نظري بعد اللي شفته ده. والله قلت انت ما تزعلش مني. ليه حد يهزقك؟ ليه حد يهزقك عشان الفلوس؟ ما انت عامل مسلسل السنه دي ما شاء الله وبطوله ودورك فيه حلو قوي والناس بتحبك، ليه تهزق نفسك ليه؟ بس ده كان رسالتي للفنانين اللي عاوزين يهزقوا نفسهم عشان الفلوس. انت بتنزل من نظر جمهورك. انت طالما بقيت نجم يبقى خاف على كل حركه وكل حاجه بتعملها عشان جمهورك ده هو اللي رفعك وهو اللي بينزلك. يعني شوف مثلا في فنان دلوقتي جمهوره مره رفعه بدون ذكر اسمه، وبعد تصرفاته اللي بيعملها الجمهور مش طايقه. حتى لو عمل حاجه الجمهور مش عايز يشوف وشه. فبس دي كانت رسالتي للفنانين وربنا يهدي. الفن احترام. احترم يا ايها الفنان او ايها النجم، احترم نفسك عشان الجمهور يحترمك. شكرا.